في البداية عندي سؤال، وياريت المتابعين يجاوبونا عليه. مستني تعليقاتكم تحت الفيديو ده. السؤال: هي ليه الزوجة بتخون جوزها؟ وهل لما تكون واحدة حاجة و20 سنة وتتجوز راجل أكبر منها ب35 سنة، هل ده سبب فعلا للخيانة؟ طب هل لما هو بيسيبها 24 ساعة في الشغل ليل ونهار في الشغل، هل ده برضه سبب للخيانة؟ تعالوا نعرف لما نصرة حبت تكمل مع عشيقها عملوا ايه في جوزها الراجل اللي بيشتغل غفير طول الليل. النهاردة هحكي لكم عن جريمة من أبشع الجرائم اللي هزت المجتمع المصري كله. جريمة خيانة وقتل بشعة، مش علشان بس اللي حصل فيها، لا ده غدر وخيانة، لكن علشان الطريقة اللي اتنفذت بيها كانت مليانة وقاحة وجراءة محدش يتخيلها. اللي هقوله لكم دلوقتي حصل بالفعل في محافظة أسوان سنة 2020، والقصة دي استمرت أحداثها لمدة سنة كاملة. ركز معايا من البداية علشان اللي جاي هيخليك مش قادر تصدق إن ده حصل بجد. في قلب أسوان كان في راجل اسمه جمال في الخمسينات من عمره، شغال غفير نظامي في مدرسة في قرية في المنطقة. جمال كان راجل بسيط عايش حياته في هدوء، متجوز وعنده ولاد، لكن زي ما بيقولوا مشاكل السلايف ما بتخلصش، ومع الوقت المشاكل كبرت لحد ما انفجر الوضع واتخانق مع مراته وضربها وطلقها. بعد الطلاق جمال بقى عنده 52 سنة ولسه شايف نفسه قادر يكمل حياته. الناس نصحوه يتجوز تاني علشان ما يعيشش وحيد، وبالفعل اتعرف على واحدة اسمها نصرة. نصرة كانت في أواخر العشرينات ولسه ما اتجوزتش قبل كده، وده في القرى بيعتبروه الناس فتح قطر الجواز. فلما جمال اتقدم وافقت فورا وقالت خلاص جالي النصيب. جمال رغم انه موظف بسيط لكن كان كريم معاها على قد طاقته وبيحاول يساعدها بأي شكل. هو عارف انها صغيرة ومحتاجة معاملة خاصة، فكان بيحاول يوازن بين الحنية والحزم. عاشت حياتها معاه 3 4 5 سنين في استقرار نسبي، لكن المشاكل رجعت تاني، مش بينه ولا بينها، لا، لكن بينها وبين سلايفها زوجة اخوات جمال. نصرة بدأت تزن على ودن جوزها، أنا مش قادرة أعيش معاهم، عايزة بيت لوحدنا حتى لو أوضة واحدة، المهم بعيد عن المشاكل. جمال في الأول رفض، لكن تحت الحح منها وافق واشترى لها بيت بسيط بعيد عن بيت أهله. وهنا بدأت المأساة الحقيقية. جمال كان بيشتغل غفير، يعني بيطلع شغله من بعد العصر وما بيرجعش غير الصبح. في الوقت ده نصرة كانت بتاخد عيالها وتروح بيت أخوها محمد، ومحمد كان عنده عربيتين نقل بيشغل عليهم سواقين. وفي واحد من السواقين دول كان اسمه ماهر، شاب في آخر العشرينات معروف بسلوكه المنحرف وكتر علاقاته مع الستات. في البداية مجرد كلام عابر بين نصرة وماهر، لكن مع تكرار اللقاءات بقى في نظرات إعجاب. وبعد كده جت اللحظة اللي كسرت الحاجز ما بينهم. في يوم من أيام الشتاء البارد اضطرت نصرة تركب جنب ماهر في الكابينة ومعاها عيالها. مجرد لمسة إيد صغيرة فتحت باب كبير. من هنا بدأت قصة الخيانة. نصرة ادت ماهر رقم تليفونها، والمكالمات بدأت تزيد لحد ما بقت كل يوم. حكيت له إنها مظلومة ومضطهدة، وهو كمان عمل من نفسه ضحية للظروف. ومع الوقت المكالمات اتقلبت لمكالمات عاطفية
وبعديها علاقات محرمة. وبدأت نصرة تسحب ماهر لبيتها، بيت الزوجية نفسه. في الأول كان الموضوع مرة أو اتنين، لكن مع الأيام بقيت عادة عندهم. جمال في الوقت ده كان بيكافح ليل ونهار علشان يوفر فلوس للبيت والمعيشة، ومكانش عنده شك إن مراته بتخونه. أما نصرة فكانت مستمتعة بفرق العمر بين جوزها اللي كبر وضعف وبين العشيق الشاب المليان طاقة. العلاقة اتطورت لدرجة إن نصرة طلبت من ماهر يجي البيت متخفي، يلبس نقاب، وكأنها بتدخل عشيقها في صورة واحدة ست. وماهر وافق وبدأ يعيش معاها في بيت جوزها كأنه هو جوزها الحقيقي 10 أيام كاملة. أما جمال فبقى بيشك ليه مراته متغيرة، ليه بترفض تقرب منه. في مرة حاول يقرب منها وقال لها انتي اللي جايبة صاحبتك تقعد هنا، يبقى تمنعيني من حقي. هنا نصرة وقعت في ورطة، ازاي ترضي جوزها وفي نفس الوقت ما تخسرش العشيق ومتمكن من حياتها. في النهاية عملت حاجة خبيثة جدا، رضت الاتنين في ليلة واحدة. لكن ده ما زعلش ماهر، بس هددها وقال لها لو شفتك مع جوزك تاني هتندمي. نصرة تحولت لأسيرة عند عشيقها، بقت خايفة منه ومش عارفة توازن بينه وبين جوزها. وهنا بدأ ماهر يفكر في النهاية الوحيدة اللي هتحل مشكلته، يخلص من جمال نهائي. الشيطان سيطر عليهم، خططوا لقتله. نصرة راحت جابت أقراص منومة من الصيدلية، حطتها لجمال في الشاي. جمال شرب الشاي وبعد لحظات غرق في النوم. وهنا دخل ماهر معاه فوطة، خنقوا جمال سوا لحد ما خرجت روحه. المصيبة الكبيرة إنهم بعد ما خلصوا على جثته مارسوا علاقتهم الحرام جنب جثة الراجل. مشهد بشع يخلي أي بني آدم سوي يقشعر بدنه. بعد كده فكروا إزاي يتخلصوا من الجثة. جابوا عربية أخوها محمد وشالوا الجثة ورموها في المدرسة اللي كان جمال بيشتغل فيها. فتحوا باب المدرسة ودخلوه في الأوضة وسط الغفير، لأن في اليوم ده هو بيطلع نص ساعة بياكل لقمة وبيعمل علاقة زوجية وبيرجع تاني للمدرسة. في الوقت ده خلصوا عليه وقالوا كده محدش هيحس ومحدش هياخد باله، لأنه هو كان في الشغل. الصبح زمايله في المدرسة المدرسين والناس اللي شغالين اللي هما دايما بيصحوه الصبح وبعد عشان يمشي يروح خبطوا على الباب لقوه ما بيردش. كسروا الباب لقوا جمال جثة هامدة. اتصلوا بالشرطة والتحريات بدأت. الكشف الطبي أكد إنها جريمة خنق، ومع مراجعة الكاميرات لقوا عربية واقفة قدام المدرسة، عربية نص نقل، وحاجة مرمية في الصندوق الخلفي. ومراجعة الكاميرات تانية عند البيت بتاع جمال ظهر شخص منقب داخل البيت وقعد أيام طويلة. هنا بدأت الشكوك تتأكد. الشرطة قبضت على نصرة تحت الضغط. اعترفت وقالت كل حاجة. قالت إن العشيق ماهر هو شريكها. ماهر في الأول أنكر، لكن مع الأدلة حصروه واضطر إنه يعترف، وبالفعل مثل الجريمة قدام النيابة. في النهاية المحكمة حكمت عليهم هما الاتنين بالإعدام. حبل عشماوي. القصة دي بتورينا قد إيه الخيانة مش بس بتخرب البيوت، لكن ممكن تتحول لدم وجرايم. وجمال اللي كان راجل بسيط ومخلص حياته انتهت على ايد مراته اللي خانته، وعشيق ما يعرفش غير شهوته. العبرة هنا اختياراتنا في الحياة ممكن تاخدنا لطريق نجاتنا أو لطريق هلاكنا. واللي يخون مرة يقدر يخون 1000 مرة، واللي يرضى يعيش على الغلط
نهايته دايما بتكون مأساوية. وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة. استنونا في الحلقات اللي جاية، حلقات مشوقة وكلها عبرة وعظة. اللي ما اشتركش يشترك في القناة، وقولنا في التعليقات هل جمال كان عنده غلط لما عزل مراته عن بيت العيلة، وانه كان يروح الشغل بالليل ويسيبها لوحدها في بيتها او بيت اخوها محمد؟ وهل فرق السن ما بينه وبينها كان برضه غلط من عنده، ولا ده عادي وهي الزوجة نصرة هي اللي في طبعها الخيانة علشان كده غدرت بيه؟ يا ريت تشاركونا في التعليقات وعرفونا رأيكم، واحنا من دورنا نوعي الناس وربنا يسترها علينا جميعا. اشوفكم في الحلقة اللي جاية، مع السلامة.